لله دركم أخبروهم عن عبقرية الجزائريين. في شهر واحد وعزم موحد عقد أبناء الجزائر أن يبهروا ويبرهنوا على مواهب وقدرات خلاقة ليس لها مثيل تصنع خارج أرض الوطن. ابن الجزائر عبد الرحيم. بطموح لا يوصف كان عبد الرحيم بورويس رحيما بمرضى التوحد، وقرر اختراع ووندر كيت، القميص الذكي الذي يسمح للعائلات بمراقبة أطفالهم. وللهدف النبيل وصل الجزائري إلى النهائي وشرف الجزائر أيما تشريف. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيء. بوجه يشع نورا حملت على عاتقها أمانة الدين الحنيف. الزهرة هني بصوت شنف آذان الحاضرين تلت خير الكلام خاشعة لتفوز بالمركز الثاني في الجائزة الدولية لترتيل القرآن الكريم بدبي. ومن يهد الله فهو المهتد. أما هذا فقد أبهر وأقنع. والشيء الذي يدفعني إلى القراءة هو حلم المقدس الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالقراءة، وهو أن أصير عالما كبيرا كأمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس. في عمر مبكر أذهل محمد جلود العالم وتفوق على أكثر من 630 ألف طالب ليؤكد هو الآخر على المواهب الخلاقة التي تزخر بها الجزائر. هؤلاء الثلاثة وآخرون رفعوا اسم الجزائر عاليا في مختلف المسابقات والمهرجانات الدولية ليؤكدوا على وجود طاقات هائلة تبعد عن دائرة الضوء بضع خطوات لولا هذه المسابقات، دون الحديث عن الطاقات الأخرى التي تشكل قوة دول في شتى المجالات. فيا ترى هل هي مسألة مسابقات أم لا مبالاة؟